انتقلت لعند خيري. خيري خدها بالرجل اليمنى. السلام عليكم ورحمة الله. ارتبط اسم فاريا بالكرة الوطنية المغربية خلال حقبتها الثمانينيات من القرن الماضي، عندما زاوج بين تدريب الجيش الملكي والمنتخب المغربي، وكان وراء أفضل إنجاز يحققه المغرب. وعاش سنوات من المجد والشهرة، وساهم بشكل كبير من موقعه كمدرب في الرفع من مستوى كرة القدم الوطنية، سواء من خلال إشرافه على المنتخب الوطني أو فريق الجيش الملكي أو عدد من الأندية الوطنية. اختار الملك الحسن الثاني جلب جوزيه فاريا إلى المغرب سنة 1982 قادما إليه من قطر، في فترة عانى فيها أسود الأطلس من أزمة نتائج بعد سلسلة من الإخفاقات والنتائج السلبية للمنتخب الوطني المغربي، وذلك أن الملك الحسن الثاني أعجب بالأطلس إلا برازيليا. استطاع فاريا أن يصنع له مسارا مرصعا من ذهب في تاريخ كرة القدم المغربية، وفي ظرف وجيز تمكن من إعادة الروح للنخبة الوطنية التي تمكنت من التأهل للألعاب الأولمبية التي احتضنتها لوس أنجلوس سنة 1984 بعد فوزها على المنتخب النيجيري بالضربات الترجيحية. بعد لوس أنجلوس نظم المغرب الألعاب العربية سنة 1985، وتمكن المنتخب آنذاك أن يصل إلى المباراة النهائية بمجموعة من اللاعبين المحليين لتبدأ المغامرة الإفريقية، حيث تمكن أسود الأطلس آنذاك من حصد الأخضر واليابس خلال إقصائيات كأس العالم، ليتمكن في نهاية المطاف من كسب ورقة التأهل لمونديال المكسيك 86. كانت دورة مكسيكو 86 ثاني مشاركة في المونديال للمنتخب المغربي، وضعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة السادسة أمام أسماء عالمية كبرى كإنجلترا وبولندا والبرتغال، وبالتالي لم يكن أحد يراهن على المنتخب المغربي في تحقيق الفوز. نجح المنتخب المغربي في الحفاظ على شباكه نظيفة خلال المباراتين الأولى والثانية، حصد تعادلين سلبيين ثمينين من إنجلترا وبولندا. خلالهما استطاع نجم الحارس بادو الزاكي الذي كان الجدار المنيع أمام هجمات نجوم مثل البريطانيين مارك هاتيلي وبرايان روبنسون. في المباراة الثالثة أمام البرتغال كشرت أسود الأطلس عن أنيابها، فنجحت بتسجيل هدفين خلال الشوط الأول بقدم المهاجم عبد الرزاق خيري، وأضاف اللاعب كريمو الهدف الثالث في الدقيقة 62 لتنتهي المباراة بفوز المغاربة ب3 أهداف ل1 وضمانهم بطاقة العبور إلى الدور الموالي من المونديال. الأداء الرجولي للمنتخب الوطني المغربي الذي ظهر بوجه رائع وأذهل كل المتتبعين لهذا العرس الكروي العالمي، حيث استطاع بفضل الروح القتالية التي تمتع بها لاعبيه من التأهل إلى الدور الثاني لهذه النهائيات، ليكون أول منتخب عربي إفريقي المنتخب الإنجليزي والبولندي. وحتى عند ملاقاتهم المنتخب الألماني بطل العالم في نسخة 78 في الدور الثاني لم ينهزموا أمامه بسهولة، حيث قدم اللاعبون المغاربة مباراة قوية كادوا أن يحسموا الفوز فيها أكثر من مرة لولا هدف لوثر ماتيوس القاتل في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي ستنهي مسيرة المغاربة في ذلك المونديال. يظل المنتخب المغربي لسنة 86 الأفضل في تاريخ المغرب، كونه ضم لاعبين توجا بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية، محمد التيمومي سنة 85
وبدو الزاكي 86. وهذا راجع إلى التركيبة البشرية التي تمتع بها المنتخب المغربي بأسماء كعزيز بودربالة وكريمو وخيري الذين منحوا كل قوتهم للدفاع عن القميص الوطني المغربي، والحارس الكبير بدو الزاكي الذي لم يسجل عليه خلال الدورة سوى هدفين 2. وبفضل إنجاز المنتخب الوطني المغربي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم منح إفريقيا مقعدا ثالثا في مونديال إيطاليا 1990 قبل أن يرتفع العدد إلى 5 منتخبات حاليا تمثل القارة السمراء في كأس العالم. بعد المكسيك وبعد الصدى الطيب الذي خلقته مشاركة الأسود في هذا الملتقى العالمي، تم تكريم هذا المنتخب الذي حظي باستقبال ملكي رائع يوازي المستوى الكبير الذي ظهر به. وقتها رسخ فاريا اسمه بقلوب المغاربة فنال إعجابهم وتمجيدهم الكبيرين له. وبعد إنجاز المونديال ازدادت الروابط العاطفية بين فاريا وأرض المغرب التي قرر الاستقرار وتكوين أسرة بها، بل وأكثر من ذلك قرر فاريا اعتناق الإسلام مقتنعا بسماحة هذا الدين الحنيف، ومما ساعده على ذلك الحب الكبير الذي كان يكنه له جميع المغاربة. وتحول اسمه من جوزيه إلى المهدي بعد أن أشهر إسلامه، وكان الملك الراحل الحسن الثاني هو من اختار له اسم المهدي. قضى فاريا 6 سنوات في قيادة المنتخب المغربي أكسبته تقديرا كبيرا، حتى أن الملك الحسن الثاني منحه مكانة خاصة، وبقي إنجازه المونديالي عسيا على المدربين الذين تعاقبوا على الأسود من بعده. وجرى تكريم المهدي فاريا في مباراة استعراضية بين قدماء المنتخب المغربي وقدماء فريق ريال مدريد الإسباني في لقاء احتضنه ملعب طنجة الكبير، حيث تسلم فاريا شهادة تكريمية من عميد ريال مدريد السابق فرناندو هيرو. وفي عام 2013 وبعد معاناة طويلة مع المرض توفي المهدي فاريا عن سن يناهز 80 سنة، ودفن بمقبرة الشهداء بالرباط، خاتما مسيرة كروية حافلة نال خلالها 8 ألقاب، وقاد المنتخب المغربي في 52 مباراة دولية لم ينهزم إلا في 14 منها. وظل اسم المهدي فاريا خالدا في ذاكرة تاريخ كرة القدم المغربية.